ما عندكيش إلا شوية دقيق في البيت؟ طب وإيه يعني، تعالي هنعمل بيها شوية معجنات بشوية دقيق ومَيّة رهيبة، مش قادرة أوصف لِك على جمالها، حلوة أوي بقى للفطار، للعشا تعمليها كده وتاكليها أول ما تطلع على الفرن. المعجنات باحب أعمل منها كمية صغيرة بصراحة عشان أول ما تطلع من الفرن وهي سخنة تاكليها كده مع كوباية شاي بلبن، حاجة إيه، عظمة العظمة. بس في الأول لو أول مرة تشوفيني فدي قناتي، اوعي تنسي تنوريني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان كل ما أنزل فيديو جديد يوصلِك، وهاستنى بقى اللايك والشير وتفاعلكم على الفيديو، وهاستنى رأيِك في الكومنتات عشان رأيِك بجد بيهمني أوي. وأتمنى إن وصفة النهارده تكون عجبتكم وتبقى بسيطة وسهلة، هنحاول نعملها بأبسط وأقل مقادير، والنتيجة زي ما أنتِ شايفة كده، فطاير قطنية هشة خفيفة ما بيتشبعش منها خالص، يعني الصينية دي يا دوبك تاخديها أنتِ كده مع نفسِك وتاكليها. يالّا بينا نخش على وصفة النهارده ونشوفها عبارة عن إيه. وصفة النهارده زي ما قُلت لك هي عبارة عن دقيق وشوية مَيّة، بس كده، مش هنحط مقادير كتير ولا حاجات كتير، دقيق ودقيق عايزة أقول لكم إن الدقيق اللي أنا استخدمته النهارده ده كمان دقيق من السايب، مش اللي هو اللي بيبقى في أكياس اللي بيبقى في السوبر ماركت لأ، دقيق سايب عادي خالص من عند أي عطار. حطيت كوباية نخلتها وهاحط كوباية تانية. في وصفة النهارده أنا هاستخدم كوبايتين ونص من الدقيق، طلّعت لي الكمية اللي أنتم شايفينها، عايزة تزوّدي زوّدي، عايزة أنا عاملة المعجنات أو الفطاير بتاعتي كبيرة، ممكن إن أنتِ تستخدمي نفس الكمية بس تخلّي حجم الكور بتاعتِك أصغر من اللي أنا عاملاها، أو إن أنتِ تزوّدي، يعني أنا كوبايتين ونص دقيق تقدري تحطي 3، 4، 5، 6 حتى لو عملتِ كيلو دقيق، براحتك خالص. وصفة النهارده ما فيهاش مقادير كتير، فسهل إن أنتِ تزوّدي براحتك من غير ما تخافي إن المقادير تتلخبط معاكِ. دي نُص كوباية أهو من الدقيق، أنا نزلت بكوبايتين وأدي النُص، وباحب أوي أنخل الدقيق سواء بقى مُكيّس أو مش مُكيّس، انخلي الدقيق عشان تاخدي نتيجة حلوة. كده خلاص استخدمنا كوبايتين ونص من الدقيق، وطالما دقيق ما تنسيش ذرة الملح، بس أهم حاجة لما تيجي تحطي الملح عشان احنا هنحط خميرة، يعني قلبي الملح كده في الدقيق حلو عشان مش عايزين الملح والخميرة يبقوا مع بعض. وبعد كده نزلت ب3 معالق صغيرين من السكر، أو ممكن تحطي معلقة كبيرة مليانة من السكر، بس أنا النهاردة في كل المقادير مستخدمة معلقة صغيرة. وهانزل بمعلقة صغيرة ممسوحة من الخميرة، يبقى حطينا رذرة ملح و3 معالق صغيرين من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة. وهاحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر يا جماعة في المعجنات بيدي نتيجة روعة، الخميرة مع البيكنج باودر في المعجنات بيعملوا ميكس كده حلو قوي. قلبي بقى الخليط الجاف بتاعنا كده، وهي دي المقادير، مش قلتلك بشوية دقيق. معايا بقى هنا كوباية من المية الدافية هنزل بيها بالتدريج واحدة واحدة، انا مش عايزة العجينة تبقى بتلزق معايا، انا عايزة العجينة تبقى طرية ولينة في ايديا. فانزلي بقى بالمية واحدة واحدة، انا كوبايتين ونص دي اخدوا مني نص كوباية، ودي مية فترة كده، يعني اللي هو تقدري تحطي فيها ايدك يعني تستحمليها، يعني لو سبتي ايدك شوية فيها تستحمليها. هنفضل بقى نقلب بقى كده في العجينة لحد ما نشوف هي استكفت كده من المية ولا هتحتاج مية تاني. بس مش مقياس ان انا الدقيق بتاعي استخدمت فيه نص كوباية مية ان انتي تحطي النص كوباية على طول، لا، انزلي كده واحدة بواحدة، يعني انا النص كوباية دول حطيتهم على مرتين. وعلى فكرة العجينة بتاعتي كده خلاص، يعني بصي مش هتحتاج ان انا انزل لها مية تاني. أول بقى ما هالِم العجينة كده والعجينة تتلم معايا والدقيق اللي فيها يختفي، هانزل بحاجة تانية بس ودي الأخيرة، هانزل بقى بمعلقة كبيرة من الزيت. بس يُفضّل ما يبقاش بلاش زيت التموين عشان خاطر ما يديناش نكهة مش حلوة، يعني معلقة كبيرة من الزيت، الزيت يكون زيت يعني ما لهوش طعم ولا ريحة. بس واعجني بقى العجينة بتاعتِك دي حلو أوي لحد ما تطرى وتنعم معاكِ. العجينة سهلة يا جماعة ولينة وطرية جدًا، والزيت كمان بيساعدِك إن هي ما يبقاش فيها تلزيقة، ويساعدِك كمان في عجنها، يبقى عجنها في إيدِك كده حلو وسهل. هنفضل بقى نعجن لحد ما العجينة معانا تبقى بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. بُصّي العجينة، بُصّي العرق اللي في العجينة بقى عامل إزاي، تحفة. وفي نفس الوقت العجينة بتاعتي طرية ومش بتلزق. هنلم بقى العجينة ونكورها، وهاسيب بقى العجينة دي تخمر معايا نُص ساعة، ساعة براحتك، لحد أهم حاجة بس إن حجمها يتضاعف معايا كده خلاص بابدأ إن أنا أشتغل فيها. أغطيها بقى كده، بُصّي العجينة ناعمة، ناعمة جدًا، وفي عجنها بجد كان سهل جدًا، معلقة الزيت دي بتسهّل العجن خالص. حطيتها بقى في الطبق، تعالي بقى نشوفها بعد ما خمرت معانا. هنا العجينة خلاص كانت خمرت معايا، تعالي بقى نطلّع منها التخمير ده. بُصّي العجينة عاملة إزاي، العجينة بجد طرية جدًا. هاخد بقى الكورة دي وهابدأ أقسّمها لكور، أنا قسّمتها ل6 كور
زي ما أنتِ شُفتِ كده حجمهم كبير، تقدري بقى إن أنتِ ال6 دول تخلّيهم مثلًا 12، هتعملي نُص واحدة يعني زي اللي أنتِ شُفتيه في أول الفيديو، هتعملي نُصّها، أو تعمليها 6 زي ما عاملة، أو لو حابة إن أنتِ تعملي نفس الحجم اللي أنا عاملاه ده، يبقى تزوّدي بقى وحابة يبقى مش 6 يبقوا أكتر من كده، زوّدي بقى الدقيق في بداية الوصفة، معاكِ بقى حرية الاختيار زي ما أنتِ عايزة. أنا هنا قسّمت العجينة معايا على 6 كِوَر زي ما أنتِ شايفة كده، وباخد كل كورة باقفّلها على بعضها كده، وباخلّي السطح بتاعها يبقى ناعم كده، حاولي تنعّميه على قد ما تقدري. الحتة الأخيرة دي قفّلتها بس لقيتها كبيرة أوي وفي كورة صغيّرة، يعني حاولي إن أنتِ تخلّيهم كلّهم كده إيه مقاس واحد على قد ما تقدري يعني، من غير ميزان ولا أي حاجة بنظرة العين كده. هنا بقى بعد ما قسّمناهم جِبت الصينية اللي أنا هارُص فيها، وهاحط نقطة صغيّرة خالص من الزيت وهامسحها بفرشة كويس أوي، عشان خاطر لمّا نيجي ندخّلها الفرن ما تلزقش معايا أو أي حاجة، يعني نقطة بسيطة خالص، وامسحيها كده بفرشة وتمام. وتعالي بقى نجيب الكور بتاعتنا، كل كورة كده بقى تعالي نجيبها ونفردها عشان نحشيها. بُصّي بقى، تقدري الحشو أنا النهارده حشيتها جبنة، تقدري تحشيه زي ما أنتِ عايزة يعني بُصّي جبنة، لحمة مفرومة، بسطرمة، جبنة كيري، جبنة مثلثة، أنا حشيتها جبنة بيضا عادية. حشوة فراخ لو متبقي عندِك مثلًا في الغدا كده فراخ، ممكن تحشيها فراخ شوية جبنة موتزاريلا. الحشوة اللي تحبيها احشيها، أنا النهارده حشيتها عادي جبنة بس، جبنة بيضا عادية خالص اللي هي المُعلبة دي، حطيتها وقفّلت عليها من الناحيتين كده، وبعدين بُصّي بعد ما بتلفيها الحرف ده قفّليه كويس أوي، افضلي كده اتّكي عليه رايح جاي، وادّيها برمتين عشان أنا عايزة الحرف ده يدخل مع العجينة وما يبقاش له أثر وما يبقاش موجود أساسًا. وبعد كده رُصّيه بقى في الصينية، أنا هارصّهم أساسًا جنب بعض بس بعد كده هاعدّل الرصّة بتاعتهم هتشوفوها بعد المقطع ده. تعالوا بقى ناخد كورة تانية، أهم حاجة بقى وأنتِ كمان بتفردي الكورة ما تخلّيهاش رفيّعة أوي، عايزة الكورة كده تبقى مبقلظة كده، مش عايزاها تبقى في حاجات حشوات باحب إن أنا الحشوة تبقى أكتر، وفي حاجات أنا عايزة أحس بطعم العجينة، فطعم العجينة النهارده حلو أوي، فما تفردهاش جامد، خلّيها كده إيه يعني مبقلظة كده، كل واحدة تبقى مبقلظة، وتقفّلي عليها كويس أوي عشان الجبنة ما تطلعش من الحروف زي ما أنتِ شايفة كده. والحرف الأخير ده بتفضلي تتّكي عليه وتدّي له برمتين كده وبس كده. بس أهم حاجة لمّا تيجي تحطّي الجبنة ما تستخدميش نوع جبنة يبقى فيها مَيّة كتير عشان هيدوب منِّك في العجينة ومش هيبان، استخدمي نوع جبنة ما يبقاش فيه مَيّة. هنفرد كمان واحدة أهو، ونحط برضه الجبنة بتاعتنا على الحرف. أهم حاجة برضه لمّا تيجي تحطّي الجبنة في الأول تتنّي عليها من الجنبين كده زي ما أنتِ شايفة وتقفّليها كويس أوي. هنخلّص بقى الكمية اللي معايا كلّها زي ما أنتِ شايفة كده. بُصّي أنا الأول رصيتها كده، بس بعد كده هارجع أعدّل تاني في الرصة بتاعتها وهاخلّيهم 3 وقدّامهم أيوه زي كده. هاغطّيها بقى واسيبها تخمر كمان ساعة. وتعالي بقى نشوف بعد ما تخمر كمان ساعة إحنا هنعمل إيه. كده الوصفة تعتبر خلاص إحنا بنفنش فيها. هنا بقى بعد ساعة شغلت الفرن عشان يبدأ يسخن معايا على درجة حرارة 200، ولو عندك مروحة شغليها. ومعايا بقى خليط التغطية اللي أنا باعمله بتاع الوش. أنا هنا زي لو انتم متابعيني عارفين إن أنا باحط معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من اللبن البودر، وبانزل عليهم بشوية مَيّة بشوية مَيّة كده ما يبقاش الخليط معايا تقيل أوي ومش خفيف أوي، خلّيه كده قوامه معقول زي ما أنتِ شايفة. بس أهم حاجة بقى وأنتِ بتدهنيها بالراحة، خلّي إيدِك خفيفة عشان مش عايزين التخمير اللي إحنا خمّرناه ده يطلع منها، فحاولي إن أنتِ تدهنيها بالراحة، خلّي إيدِك خفيفة عليها كده وأنتِ بتدهنيها. ادهني بقى الوش بتاعها كله كده وما بين الاتنين ومن قدام، يعني غرقيها شربيها كلها من الخليط ده عشان يطلع لونها بعد السوا تحفة. تقدري طبعا لو عايزة تعمليها ببيض وشوية لبن، مفيش يعني أي حاجة اعمليها بالبيض. لو عندك نسكافيه وشوية سكر وشوية مية وتقلبيهم، بس النسكافيه بصراحة بيخلي لونها غامق قوي، بيديها لون غريب كده. أنا بافضّل إن عن نفسي السُكّر مع اللبن البودر والمَيّة تمام أوي، بيدّيني نتيجة حلوة أوي. هنا بقى بعد ما عملت غطّيت الوش بتاعها كُلّه بخليط الخليط بتاعنا، جِبت بقى شوية كده من السمسم وهارُش عليها شوية من السمسم، تقدري تحطّي سمسم، حبّة البركة، زعتر، وتقدري إن أنتِ تسيبيها كده. بس بصراحة هو السمسم في المعجنات بيدّي طعم حلو أوي، فأنا عن نفسي بافضّل السمسم. وتقدري لو أنتِ مش متوفّر عندِك أي حاجة من دول خلاص ما تحطّيش. ندخّلها بقى الفرن اللي سخن على درجة حرارة 200 على الشبكة من فوق. بُصّي بقى، بُصّي طالع إزاي، لا غطّيته ولا رشّيت مَيّة ولا عملت أي حاجة. بُصّي المعجنات طرية جدًا، خفيفة جدًا، هشة جدًا، بجد والله زي القطنة. تعالي بقى كده نقطع حتّة، مش قادرة أوصف لِك جمالها، يعني دي كده كانت اتعشينا بيها بالليل مع كوباية شاي بلبن، ما استنِّتش بصراحة من كتر ما هي قد إيه خفيفة وجميلة جدًا، طرية وخفيفة، ويعني
مش قادرة اوصف لِك عليها. بُصّي بقى، هنا الجبنة مش باينة عشان خاطر الفلاش، أنا هاطفّي الفلاش دلوقتي عشان تشوفي يعني الفلاش ضارب فيها، العجينة مش واضحة أوي. استني بقى لمّا نطفّي الفلاش هتشوفي العجينة عاملة إزاي. بُصّي العجينة من جوّه عاملة إزاي، حاجة كده خفيفة، وبُصّي الفراغات اللي فيها وهشة، مش قادرة أوصف لِك. بس أنا هاستناكِ إن أنتِ تجرّبي الوصفة وبشوية دقيق، وهتعملي أحلى فطاير، وما تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب.